تجرح تجرح فؤادي ليه؟ ما استاهل جروح. تجرح فؤادي ليه؟ ما استاهل جروح. اللي يقول يحب وشلون يجرح. تجرح فؤادي ليه؟ ما استاهل جروح. اللي يقول يحب وشلون يجرح. لو قلت لي من قبل هالجرح بتروح، ما كنت ببكي في غيابك ولا افرح. يبقى لنا طيب اللقاء يبهج الروح، وليه مرت الذكرى نتبسم ونسرح. صرنا امام الناس جارح ومجروح. شو اللي تبي تقوله وش اللي بتشرح؟ سوالفي ضيقات والحال مشروح، وعيوني العذال هالقلب مسرح. الحزن ما بين الحنايا بنصروح، وما عاد باقي للفرح أي مطرح. وما عاد أستغرب إذا جتني جروح. لكنك آخر من توقعت يجرح. ما عاد أستغرب إذا جتني جروح، لكنك آخر من توقعت يجرح. مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحياكم الله في سهرة مع الشعر، سهرتنا الثالثة إن شاء الله. في بداية طبعا قبل ما ندخل في فقرتنا الجديد أو فقرتنا المعتادة، ولكن بضيفنا الجديد اللي هو في بدون استئذان، حبيت بس نشكر بعض الأحبة المتابعين. أولا طبعا الشكر لعز المراجل والأسطوري على هالورد الجميل، باقة الورد الجميلة. كريم شوف باقة الورد الجميلة اللي وصلتنا للبرنامج. طبعا أنا أعشق الورد يعني للعلم، فشكرا يا عز المراجل وشكرا للأسطوري. أيضا لا ننسى على طول يا كريم، رحت قبل ما أقول لا ننسى نشكر الأخت بنت الدوحة على شو يسمونه هذا؟ شوكليت اسمه صحن شوكولا. طيب الشوكليت اللي وصلنا من الأخت بنت الدوحة، ألف شكر. وإن شاء الله طبعا بعد البرنامج هذا بيبقى الصحن بس بدون الشوكولا إن شاء الله. زين، على العموم ألف شكر لكم والكل على فكرة، مو بس أنا، الكل حتى في الكنترول يشكرونكم على هذا التفاعل الجميل. طبعا لا تنسوا اليوم فيه إعلان الفائز بمسابقة بيت من نجم للشاعر حسان العبيدلي. عندنا جائزتين بعد اليوم، جائزتين قيمتين. لكن قبلها خلينا نتكلم عن بدون استئذان وعلى هذا السطو اللي راح نسطو عليه، هذا الجميل الشاعر اللي يقول سجلوا القصايد هذه، لأن سيكون لها شيء مختلف، لأنها لغة مختلفة. هذا الشاعر يقول: عطش كل الكلام ولا يبر الريق غير الصمت، وأنا في جرهدي الضيم تايه وين رشفاتي، أدور في قفاري عن سراب يرتويها الوقت، أعيش بوحدتي عاجز تواسيني طموحاتي، مشيت بمنسأة عزمي على رمضة سؤالي همت، تفطرت الهقاوي ما بقى غير عثراتي، تناديني المشاعر من على جال الدفا، وين انت؟ تعالت ملك من زيف الحنان بطعم نشواتي، سمعت الخمر يتقطر ولكن بعفافي شمت، وشربت الطهر من نو الجفاف بلذة سكاتي، صرخ فيني ضميري ليه مع كثرة ذهابك صمت، وانا ياما فطرت الذل من قطمير حسراتي، تضورت الاماني في غناك وللاسف ما ذقت سوى جوع تربى في شموخي وانكسر ذاتي، لبست الحمد ما رقع همومي كثر ما ثلمت، يهب البرد يفضح ما سترته من معاناتي، تشوف الطيب يتسربل الغروبة في سمايا زمت، وحاول أشعل الظلمة رجا في ياس شمعاتي، يمر الصوت في صحر الضمير ولا يطيق الكبت، بعد ما جرحتني في لهات الصبر عبراتي، أصرت الآه تتعتق على ثغر المآسي ضقت،
تعب تخفي ملامح غربتي في طهر بسماتي، عرفتك يا وطن منفى شعور في عيونك شمت، واخذت تجمع شتات الروح من عثرات خطواتي، لبست الريح وفردت الجناح وللمعالي رمت، رشفت الغيم يروي في هشيم القلب زهراتي، توشحت الفضاء قمره تدثرت الليالي سمت، نصبت خيام فكري من سحايب بيض نياتي، وهز الليل في جفني ويتساقط سهادي نبت، ونقي من عنا عمري حلا من بعض تمراتي، وشب النور في ضلع السديم اللي بصدره فحت، تزهبني معاميل الخفوق بنزف نبضاتي، أبهر دلة إحساسي ومن عذب السكوت ودقت على فنجان مسمعكم تقهووا مر كلماتي. الشاعر ياسر العتيق. الشاعر ياسر العتيق شاعر يمكن كثير من المتابعين الآن سمعتوا هذه اللغة والإغداق في استخدام المفردات، قصيدة تفيض بالثقافة. يمكن أعتب في بعض الأحيان على هذا الشاعر الجميل. أعتقد أنه ممكن في بعض الأحيان يصعب الصورة على المتلقي، لكن لو مسكنا قصيدته وبدأنا نفكك فيها فعلا سنجد دروس لغوية، تاريخية، دينية، إسقاطات، اتكاءات على ثقافة، على زخم جميل. يعني مثلا يعني لو نأخذ كمثال من هذه القصيدة عندما يقول، حلوة ذي، عندما يقول بعد، يقول: سمعت الخمر يتقطر ولكن بعفافي شمت، وشربت الطهر من نوى الجفاف بلذة سكاتي. استخدام دمج جميل ما بين ثقافة المفردة الفصيحة والعامية. قصيدة رائعة جدا تحتاج فعلا للتأني وملامسة كل الجماليات الموجودة. ياسر واضح من قصيدته أنه يشتغل على قصيدته أو يشتغل على أشطر قصيدته، على الجمل الشعرية الموجودة، وهذا واضح في هذه التجربة الجميلة جدا. لا تنسوا ياسر العتيق. طبعا أحبتي متابعينا، طبعا أنا أستقبل آرائكم، طلباتكم من خلال الرسائل الموجودة على SMS الآن، على أساس فقط لا أغفل، لأن هناك عتب من بعض الأحبة حتى يعني وصل الإيميل أن بعض الطلبات أو إلى آخره، واحتمال أنا قاعد أفكر أجمل الأبيات ممكن ترسلوا أبيات، يعني أبيات سواء من كتاباتكم أو من اختياراتكم الجميلة. أجمل الأبيات اللي ممكن راح تطرح من خلال SMS ممكن أسوي لها جائزة، للحين ما أدري، يعتمد. على العموم نرجع للجميل ياسر العتيق. يقول ياسر، وياسر من الشعراء أيضا الذي يعني تحتار في انتقاء ما تقرأ له أو ما تستلذ يعني بشربه من شعره. ياسر طبعا لفت انتباه ياسر هناك مقدمات دائما يضعها لقصائده. يمكن انا في رايي، انا يعني سواء كان لهذا الجميل او للاحبه كلهم، في بعض الاحيان وضع المقدمات للقصيده يا تقتلها مثلا او تؤثر حتى على المتلقي. في بعض الاحيان الكتابه النثريه فيها سهوله للتعبير، فممكن تقتل قصيده. يعني انا ارى ان نترك الشعر فقط يتحدث. يقول في قصيده حيره شمعه، ايضا جمال ياسر انه يلتقط الاشياء اللي ممكن، دائما يقول لك ان الشاعر له رؤيه او عين اخرى تنظر الى الامور، فيلتقط الاشياء ممكن اللي ما يلتقطها الاخر. يقول مدري بكاء الشمع من سطوه النار، ولا احترق من حسره البعد دمعه، يا ما سقاك الشهد من ريقها وقار، أبيت إلا الغدر يدميك لذعة، في شمعدان الذل رزوك للعار، فوق الرفوف وينقص القدر شمعة. اليوم كل الناس تلمسك ما غار، كان النحل شكلك من طيب جمعة، لما نوى يخدش براءتك غدار، نال الشهادة فيك جراء لسعة، ولن ذل شريك بالمال للثار، يشعل شعورك غل من شان نفعه، يرميك عريانه وكاسيك بغبار، بحظاه منه زين الكذب طبعه، هذا يشتت دمعك العف بمرار، وهذا يضمك خبث في ثوب رفعه،
وهذا يولع من بقاياك سيجار، وهذا تعيش بين شسعة ورصعة. يعني تكوني للهوى لذة وطار، بين الحواجل الخناخير سلعة. دامك نثرتي غلطتك كومة أعذار، لملمت لك بعض القناعات صفعة وفا تشفيك من جوذ وتوجار. تذوقك فوق الألم حلو ردعة، يمكن تنور غفلتك داخل الغار. ولا العسل ما عاد لك فيه رجعة. مدي يدين الياس في غزة أسرار، صلي وصالي عز في كل ركعة. هيهات وصلي عفتي طهر، هيهات وصلي عفتي طهر، هيهات وصلي، هيهات وصلي عفتي طهر وامطار. دود القبر أرحم ولا بطن ضبعة. طبعا واعذرني يمكن البيت ما كان ناقص عندي أو مش مكتوب عدل، لكن صح لسانك يا ياسر. هنا طبعا قصيدة اجتماعية واضح. ياسر حتى في كتابته ممكن للعاطفة في بعض المداعبات للجو الاجتماعي، وفي الاجتماعي طبعا يكون واضح النصح عليه. ما يميز القصائد الناصحة والاجتماعية في ياسر أن دائما الشعر النصح يكون ضعيف شعريا، لأنك يجبرك للمخاطبة المباشرة. لكن ياسر يرتقي باللغة، يرتقي، ولكن في بعض الأحيان طبعا يغدق، لا زلت أقول أنه يغدق في اللغة، ولكنه يرتقي باللغة الشعرية الموجودة عنده. جميل، حلو. ما دام عندنا دقيقتين خلني ننتقي للجميل ياسر. ماذا يقول هذا المعتق شعرا؟ مثلا نختار له من قصيدة وجنة العيد، يقول: كل عيدي مختزل في شفتك، اضحكي لي خلي عيدي يبتدي. يا نضج الكرز في بسمتك، واذكر الله وانحر اشواقي فدي. والارتوى توت الخجل في وجنتك، اسمحي لي آكلة توت الندي. من كثر شوق العيون لرمشتك، للمعانق هالجفون بتهتدي. والتلعثم في شهيقك كلمتك، واسمع الزفرات يا بنت اشردي. وامسك اطرافك يا لبى رقتك. ليه ترحل قبل تمطر موعدي؟ كم عطشتك لا تشح بقطرتك. عشت ادور لك بداخل جرهدي. التفت لي نفسي يشرب طلتك. في هطولك يهتف القلب ارعدي. كيف برقك ينطوي في ظلمتك، وانتشعل جذوتك في موقدي. آتي سامر بك ليالي قمرتك، واتي قهوة من شعور سرمدي. اطربي روحي من أعذب نغمتك، كم أقضى الشوق راحت مرقدي. صح أحرجتك يبان بلثمتك، من ثنايا غرتك لاح الجدي. خاطري أسمع نسايم همستك، ها غمضت بيديني غردي. حتى فجري ينتظر عيديتك، بس قولي كل عامي ويهتدي. كل ألوان النهار برمستك، لوني لوحة صباحي واشرقي. ياسر العتيق. في هذه القصيدة الجانب الآخر من ياسر العاطفي، حساس شفاف، لغة راقية جدا في الشعر. أيضا استخدام في بعض الأحيان القوافي الصعبة في الكتابة، تعطي جرس موسيقي رائع. ياسر جدا رائع. نفس ما قلت لكم ياسر العتيق. طبعا ياسر عنده موقع الكتروني اللي هو www.asmt اللي هو ما ادري اسمت او السمت.com. ياسر العتيق. دوروا هذا الموقع، دوروا هذا الشاعر، اقروا له، مبدع ورائع. اعتقد ان وصلنا لنهايه فقرتنا اليوم. نعم، كانت هذا بدون استئذان. نفس ما قلت لكم ياسر العتيق، اكتبوا في جوجل ودوروه واستمتعوا بشعره. رجعنا لكم مشاهدين على اساس ان احنا رحنا، طبعا ما رحنا للحين، معاكم ونظل معاكم. وزن
قبل ما نبتدي اليوم فقرة وزن، أيضا مثل ما عودتكم في الأسبوع الماضي أن نتكلم عن القصائد اللي جتنا أو وصلتنا في إكمال البيت الجميل اللي أهدانا إياه الشاعر حسان العبيدلي، اللي يقول أنا حبيتك بقلبي وهذه غلطة الشاطر، مشيت بخطوة إحساسي وضعت بآخر المشوار. طبعا وصلت الكثير من القصائد، لكن سأبدأ بالتعليق أولا على القصائد يعني اللي ما حالف الحظ. يعني مثلا في قصيدة هناك أو مشاركة اللي تبتدي، يعني متابعينا بس على أساس يركزوا معي اللي يعرف قصيدته، اللي قال أنا حبيتك بقلبي وهذا غلط شاطر، ولا فاد العتاب اللي زهمته يمك مساطر، أكيد إنك عديم إحساس ما أنت للمواصل بار. صاحب هذه المشاركة مشاركتك جميلة، لغتك جدا جميلة، لكن جانبك يعني الوزن هنا أنا قد كنت أحس بوداعنا يستاهل مخاطر، لكني شفتها تلويحة وداعا على ما صار. هنا في يعني أنا أعتقد أن في بعض الأحيان الكتابة تزيد حروف أو تنقص حروف، فيا ريت نكون حريصين. من المفترض أن الشاعر أو من يحاول يكتب الشعر حتى يكون حريص على وصول قصيدته أو مشاركته صحيحة، يعني ما بدون أخطاء إملائية قد تضيع عليه يعني مشاركة. زين، فيقول فجعني رفعها مثلا فجعني رفعها كسيف منك يعني هنا في بعض الأحرف الزايدة. صاحب مشاركات اللي يقول بنطلعها ولا فاد العتاب اللي زهمته يمك مساطر، لكن لغتك جدا جميلة. أيضا عندي صاحب المشاركة اللي يقول تايه بوسط صحراء الأشواق مهاجر، ظلامها مستمر هو ليل. هنا جاوبك الصواب في الوزن. يعني هذا الوزن بالذات أنا أتذكر مصطفى، تذكر إيش قلت لك؟ مصطفى معانا؟ إيه، أعطني إيكو على أساس أنا قاعد مشكلة لو عندي أحد يغني يا جاسم كان على الأقل يعطيهم دندنة الوزن. لا ما راح أتهور، أنا كنت بتهور وأعطيكم اللحن بس بعدين مش اليوم. انزين، المهم هذه المشاركة أيضا جانبها الصواب في الوزن. هناك أيضا صاحب المشاركة حسبتني على بالك وتسمح بالهوى خاطر، وضميتك وحبيتك وحطيت لعيونك دار، حسافة حبي الماضي بنيتها بالوهم ناطر. أيضا في بعض الأبيات عندك نثرتك للقصيدة حروف شمعة في سن الخاطر، وله أشواك وغرام. هنا في خلل في الوزن ولكن أيضا مشاركتك جميلة. أتمنى بعد تركز أكثر. ناخذ اتصال، يلا ناخذ اتصال قبله. نقول الو، مساء الخير. مساء النور، هلا يا مرحبا عز المراجل. يا مرحبتين، مساك الخير. اولا شكرا يا ورد على الورد. يا قلب الصال، الا قليل بحقكم والله. على فكره لحظه، خليهم يعدلوا لي صوتك على اساس استمتع بصوتك. عدلوا لي صوته، ما قاعد اسمع عدل. قرب قرب كذا. قرب شوي من التليفون يا عز المراجل. الو. الله مرحبا، من معاي؟ حياك، تفضل حبيبي. نشكر جميع اخواني بالشات، وتحيه خاصه لاخوي الاسطوري، وتحياتي لاخوي طبعا وربان السفينه وقائدها الاستاذ احمد الخاجه. تحياتي لاخوي المبدع طبعا جاسم الجسمي اللي طلعنا هالوجه وهالبرنامج وهالرونق الجميل بياد. الله يحفظك. وعندي مشاركة إهداء خاص طبعا لأخوي سلطان. يستاهل تفضل. شايل بصدري حمل والحمل مقواه، معتاد قلبي على الحمول الثقيلة. حلو. لا جيت ببعد حمل همي وبنساه، اقبل على قلبي هموم بديلة. الهم يا سلطان ترى القلب مرباه، من صغرتي يا اخوك نفسي عليلة، يا ما تحملنا من الدهر بلواه، واقول في نفسي عسى الله يزيله. اجر صوت الحزن واقول ويلاه من قلبي وعزتي له. حلو. وترى السبايم الوليف عرفناه، وبعض المعرفه للمصايب دليله. ذقت العذاب اصناف والموت شفناه، بعيون مكسوره الخواطر نخيله. بحر الهوى صفاق والموج علاه، واللي تعلى الموج يصبح نزيله. حلو. انا قتيل اللي كمل بدر مبداه، مفتون في راع العيون الكحيله. في شوبة السلواي ايضا وسلواه، ولو غاب منا واحد زاد ويله. حلو. رح للسلطان وافتح الخط واقراه،
اقرا على منه ويجوز دخيله. اذا وصلت اللي اهلي محياه قادوا مربع في نهار الشكيله. قل له ترى طعناه والقصد مرضاه لو ان قلبي فوق جمر كليله. لو لمتني او قلت لي العقل والجاه من الذي بدل نهارك بليله. لا تلومني في حب جاري ثناياه الله عطاها الحسن كله يشكيله. سلامتك. صح لسانك صح لسانك. مع اني والله شوف انا ما بكذب عليك، اعتب عليك يا عز المراجل. اعتب عليك ان بعض الابيات اكلتها اكل ما سمعناه ما استمتعنا فيها. ما ادري يمكن شبكه ولا شيء. الله يعطيك، جميل جميل ويستاهل. شكرا لك يا عز المرجال، ومره ثانيه شكرا يا ورد على هذا الورد الجميل. تحياتي للجميع. الف شكر لك يا عزيز، الف شكر لك. طيب القصائد الجميله اللي وصلتنا من ضمن القصائد قصيده على فكره لحظه بس خليني بغيظهم شويه، ارويهم الجوائز على اساس اللي ما شاركوا يغتاظوا. هذه جوائزنا اللي قدمها الشاعر حسان العبيدلي. عطنا زوم قرب على اساس يغيظهم، على اساس اللي ما شاركوا. شوفوا هذه الجوائز اللي جوائز اليوم اللي مقدمه من الشاعر الجميل حسان العبيدلي للقصائد الفائزه. ايضا لان في هناك قصائد جدا جميله، اكثر من قصيده جميله، فاثر على تقديم جائزتين مش جائزه واحده. انزين، من القصائد الجميله، لا هاي قصيدتي انا خليتها لي. عندنا من القصائد الجميله هنا ايضا اي مشاركه الفائز من الفائزين في الحلقه اللي راحت اللي هو احمد المغربي، الشاعر الجميل والمبدع. يقول في قصيده بلا مشوار، يقول انا حبيتك بقلبي وهذه غلطه الشاطر، مشيت بخطوه احساسي وضعت باخر المشوار، رضيت اتعشم بوصلك في صفحه ما لها اخر، كتبها قلبك القاسي وجرحك في الحنايا صار يصب الحلم في المنفى، وشوف ان الالم سافر لديرة جرح يحكمها الحزن ما صابها امطار، رضت بالقحط وغيابك ومقتل طفلك الاخر، ولمت ذكرياتك والسنين اللي ملاها غبار، وانا كل ما اصوت للعمر باحساسك الكافر، يزيد في مسمعي بعدك ويهذي بالجفاف اصرار، واشوف الريح تتنثر من ايديني، وكل شيء صار، واشوف الريح تتنثر من ايديني. عفا في سقط كلمة كاملة يا هذا ما ادري وين هي. المهم، ونجمع امانينا وعلقها على كل جدار، تعب تكتب على صدر السماء يا امسي والباكر، الين ان الخيانة مرت في صدر السماء، صار يذوب الوقت في حضرة سكوتك حظي العاثر، ويهديني الوفاء في زحمة الذكرى، اماني صغار على حد الضياع اتذكرك واقول لك شاكر، غيابك والتعب والجرح واخر كذبة الاعذار، عرفت انك سراب واتبعك واهديك واكابر، وشفت اني وصلت لاخر السكة بلا مشوار. رائع رائع رائع، مبدع يا احمد، جميل جدا 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 جميل. ايضا من القصائد الرائعة اللي وصلتني الشاعر طارق حبيب الهنداسي، يقول انا حبيتك بقلبي وهذه غلطة الشاطر، مشيت بخطوة احساسي وضعت باخر المشوار، يليت القلب ما شافك ولا شم. اليوم عندي انا لسان ثقيل، ما هاي اثار البحر الميت تدري. يا ليت القلب ما شافك ولا شم ثوبك العاطر، وليته ما عرف جرحك وكيف يكون لك تذكار، وش اقسى من شعور القلب لا شافك وهو ناطر، تجي جنبي تقول اسف عن اللي صار او ما صار، اعرف انك قوي قلب ولا ترفق على الخاطر، تجرح في قلوب الناس ما تقدم لهم الاعذار، وانا واحد من طعوم بكيت ودمي القاطر على كتفي على ظهري على قلبي، مع الإصرار نويت أرحل من الدنيا
وجرحك صار لي ماطر، مثل غيم السما تمطر دموع الحزن والأقدار. بدت رحلة غيابي من جرحة القلب يا شاطر، وبقيت أرتب جروحك وكيف أنهي مدى المشوار. للشاعر الجميل طارق حبيب الهنداس. شكرا يا طارق، وهذه مشاكرة جميلة. طبعا إلى الآن ما تدرون من اللي فايز. أيضا للصديق الجميل أبو ماجد الشاعر عبد الله بن هندي زهراني يقول: أنا حبيتك بقلبي وهذه غلطة الشاطر، مشيت بخطوة إحساسي وضعت بآخر المشوار، شريتك بالغلا من بين جمع الناس وأفاخر، أثار الحظ يخدعني وتمشي ضدي الأقدار، أقارب بين تفكيري وبين القلب وأساير، وبا قلبي يطاوعني على هجرك وأنا محتار، ألبي حاجتك من دون ما تردد وقل حاضر، ولو زليت سامحتك على زلتك مهما صار، بغيت تنسى الذي ما بيننا وانساك وهاجر، وبالصدفة تغير جدولي وترز من دوار. أنا تخيلك بعض أحيان في عيني وعلى الخاطر، وبعض أحيان أشوف إنك بعيد وبيننا أسوار، وأنا لي قلب متسامح ويصفح لو يجي قاصر، وأحب اللي يبادلني الشعور ويقبل الأعذار. قضيت العمر وأنا في رجاك وأرقبك وأناظر، وقل يا قلب لا تحزن وبكرة توصلك أخبار. يقولون الوفا في ذا الزمن يا سيدي نادر، ويا كم من شكا جوره وقال إنه زمن غدار، ولكن أنت إذا ظنيتني في دنيتك عابر، فأنا من كثر ما أبغي لك حسبتك من أهل الدار. فأنا من كثر ما أبغي لك حسبتك من أهل هالدار. الشاعر عبد الله بن هندي الزهراني. جميل جميل يا أبو ماجد، جميل. كم باقي على وقتي على أساس أيضا من القصائد الجميلة المودع البادي الجميل يقول: أنا حبيتك بقلبي وهذه غلطة الشاطر، مشيت بخطوة إحساسي وضعت في آخر المشوار. نعم جيتك أنا بالأمس ولكن طحت بالباكر، تلاقينا تعارفنا بدينا لعبة الأقدار. أنا شفتك ضرير وجيت لك بإحساسي الماطر، لجل تروي من غيومي خفوقك بأول المشوار. عشقتك كلي بكلي ولكن حظي العاثر، عشقت إنسان وهويته طلع في داخله غدار. نعم مالك عذر عندي ولو في قلبك تكابر، كرهتك لين ملتني ضلوعي وانكفت الأسرار. أحس الدمع يتهاطل وأقول الله يا ستار. أحس الدمع يتهاطل وأقول الله يا ستار، وخب الدمع للشقت. أنا حاط ملاحظة عندك على هذا للشقت، لأنها هني خصوصية لهجة. لاحظوا: وخب الدمع للشقت جبيني والتفت الانظار، ترى قلبك كشف غدره وخلصت لعبة الشاطر، ورا حبك حسافة وانتهيت بلعبة الشطار. ما اقول الا الهي بس حسيبه قلبي الداير، فوداع الله تستاهل وربي خلصت الاعذار. جميل الموادع. استخدامك اللامين ورا بعض كان ثقل، يعني اثقل حتى علي في النطق، ولكن قصيدتك جدا جدا جميلة. باقي أيضا من القصائد، طبعا كل اللي قلتها هذه القصائد هي مرشحة للفوز. آخر قصيدتين موجودات عندي للشاعرة الرائعة شيماء الحراحشة اللي تقول: أنا حبيتك بقلبي وهذه غلطة الشاطر، مشيت بخطوة إحساسي وتهت بآخر المشوار، لفيتك بي سحايب حب يلعج برقها الماطر، ولكن قاعك الممح الأبد تنبت به الأزهار. تجازي طيبتي بصد وقسوة تكسر الخاطر، وأنا أتحمل أسلوبك وأدور لك على الأعذار. تدوس زروع حبي لك وتشلع وردي العاطر، وترجع تحلف بحبي وتحرق خافقي في نار. يا قلبي ليش نتحمل بصدق إحساسك خاطر؟ يا قلبي ما تعلمنا كفاية يكفي اللي صار؟ يا قلبي لمتى تصبر على باب الأمل ناطر؟ يا قلبي تقبل الواقع لزوم تعايش الأقدار، تقاوي لو نزف جرحك ودمع العين يتقاطر. تذكر للقدر كلمة أخيرة والزمن دوار، بصدق إحساس أغليته وهذه غلطة الشاطر، وأنا بتحمل أغلاطي وباخذ للجروح الثار. الشاعرة شيماء الحراحشة، جميلة جدا وقصيدة أيضا مرشحة للفوز. أيضا وصلتنا عندنا
وليد بن جمعة بن عبد الله العلوي من عمان، وهذه ثاني مشاركة يا وليد، ومشاركة أيضا جميلة واسمها مشوار. هو طبعا أكمل يقول يقول أنا حبيتك بقلبي وهذه غلطة الشاطر، مشيت بخطوة إحساسي وتهت بآخر المشوار، أجيلك مشيتي برد السنين وشارعي ماطر، ولكن تحسب إنه يطرقك باب اللقى زوار، أسولف لك عن إحساس المكان وصمتك يكابر، قبلتيني غياب وشوقنا يتقبلك أعذار، ويحضني الحنين ويخنق طيور الحكي باكر، وكمل رحلتي والقى متاهات القدر مشوار، على شباك بيت الذاكرة كنت أرقبك عابر، ومرت بي عصافير الأمل وانتي بدون أخبار، ثيابي ملت كفوفي ثيابي ملت كفوفي ومصري حظي العاثر، وكنت استوطنك بيت الزجاج وممتلي أحجار، يا قسوة صبر بزحمة ألم تكسر بي الخاطر، ولك ريش امتلا به عش سيرتنا ولكن طار، كلام الذاكرة لا من تهادى، وعاشقك شاعر يمرجحها الألم، تعشق حروفه هبة الإعصار، وصمتك عشق لكني على تمر البعد فاطر، دخيلك داوي إحساس الملام وصبر الأشعار. رائع رائع جدا يا وليد. طبعا انتم سمعتوا، وإذا عندكم توقعات مشاهدينا عن الفائزان أو الفائزين في هذه المسابقة، سمعت الأسماء، أذكركم إذا عندكم بشوف أنا توقعاتكم أو حتى من خلال رسائلكم من تتوقعوا اللي بيفوز. هل أحمد المغربي من عمان، طارق حبيب الهنداس من السعودية أتوقع أو مو مذكور، الشاعر عبد الله بن هندي الزهراني اللي هو أبو ماجد، وعندنا المودع البادي من الإمارات، وعندنا شيماء الحراحشة من الأردن، ووليد بن جمعة بن عبد الله العلوي من عمان. خلينا نشوف من اللي راح يفوز. الآن راح أعطي بعيدا عن هذا عن موضوع في كتابة الشعر، في كتابة في بعض مواضيع الشعر سواء عند الشعراء أو المبتدئين. هناك إشكالية الكتابة عن الوطن أو حتى عن الأم، أو قصائد النصح، حتى قصائد الحكمة. كل مشكلة أن هذه القصائد للأسف أن لما يكتبها الشعراء تفقد كثير من الشعر فيها، لأنها تكتب بطريقة المباشرة. أصعب مواضيع الكتابة في الشعر هي النصح، الوطن، الأم، والأمور الدينية أيضا، لأنها تشكل إشكالية تجرك في بعض الأحيان لكتابة الكلمات العادية، أنا بنصحك، أنا بقول لك إلى آخره. فهنا يفقد الشعر كمية كبيرة من الشاعرية الموجودة هنا. إذا في اتصالات ترى ما خبرني، أنا قرأت هذا. زين، جهزوا هذا الوزن الجديد. احنا في قبل الحلقة أعطيناكم وزن اللي هو المسحوب، راح أعطيكم اليوم وزن من الأوزان الجديدة. لحظة، ناخذ وزن خلينا نقول الصخري. سجلوا عندكم بعض الأحبة اللي في يعني حابين يتعلموا الأوزان الشعرية في بدايتهم، يكتبوا وزن الصخري. كمثال عليه نقول تناساني وله ما كنت ناسي، أو لا نروح بعيد، إذا مريت لحظة، تناساني وله ما كنت ناسي، خلنا على هذا البيت أساس ما أوهقكم. جازم شنو أغنية ميحد حمد القديمة؟ إذا مريت صوب الدار الأول. إيه، إذا سامعين أغنية ميحد حمد إذا مريت صوب الدار الأول، اللحن الموجود يعني هذا الوزن الخصري. إذا مريت صوب الدار الأول، إيش تقول بعد؟ إيه، أشوف الدار. إيه، وفي ثاني من الخوارش اللي يقول لا دي غير، لا ما غير. المهم تناساني وله ما كنت ناسي، وبدد لهفتي. لحظة، أنا هني المنقذ عندي هنا موجود ياسر.
لا مش ياسر ما انقذني تصدق؟ ما جابها. لحظة انا اقول لكم. ممتاز هذا هو. سجلوا هذا الوزن. المشكلة جاسم لو صوتي حلو غنيت اعطيتهم اللحن. الله صدق والله؟ اجرب يعني؟ لا هذا خلي لحظة زين زين. انت ايه لحظة زين المنقذ ضيفنا. شو يقول؟ إذا 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 مريت صوب الدار الأول أشوف تدريها الذواري زين. تعرف لحنها؟ المشكلة ما ابي اطلع قبل البرنامج طبعا اللي لا اللي انقذني ذكرني في بيت القصيدة اللي هو الشاعر ضيفنا في فضاء الشعر اليوم الجميل محمد البادي. إذا مريت صوب الدار الأول أشوف الدار تدريها الذواري. إذا تعرفون اللحن محمد أخاطر وأجرب صوتي. الله المستعان. زين عندي اتصال ها.